السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. اليوم أكلتنا بتنفع للغدا وللعشاء، أكلة سهلة ولذيذة وسريعة، ما بتاخد معكم دقايق بالتحضير ومغذية بنفس الوقت. أول شي بنبدأ بتقطيع الطماطم، بيلزملنا من حبتين ل3 حبات حسب الحجم اللي عندكم، منقطعهم دوائر بهيدا الشكل. بدنا السماكة متوسطة لأنه إذا كتير رقيقة بتصير بتدوب دغري وبتبطلوا بتقدروا تقلبوها على الجهة التانية. وهلأ بننتقل لفرم الكزبرة. عندي هون كزبرة مغسلتها ومنشفتها، حافظتها بالبراد، وعم جرب هيدي الطريقة اني حط شوكة او ملعقة معهم، قريت انه بتخليهم يضاينوا لوقت اطول، بس اسا ما شفت نتيجتها، اول مرة بجربها. يلي جربها وشايف نتيجة يحطلنا بالتعليقات. نجمع نصف باقة من الكزبرة حتى نفرمها فرم ناعم. أكيد إذا أنتو عندكم الباقة كتير صغيرة فاستخدموا الباقة كلها مش النص، أنتو بتقدروا على النظر. منضق 3 حصوص توم مهروس، وهيك بتكون جاهزة الخضار عنا حتى نضيفها على باقي المكونات. بيلزم لنا 3 بيضات، بدنا نحطهم بوعاء وبدنا نخفقهم لحتى يمتزجوا مع بعضهم. هلأ منملح حسب الرغبة. ومنحط رشة كمون ورشة فلفل أسود. منضيف التومات اللي هرسناهن قبل، ومنضيف كمان الكزبرة المفرومة. وهلأ بدنا نضيف عليهم علبة تونة صفيتها منيح من الزيت. وآخر شي بدنا نحط شوية خل أبيض، بتشلنا أي ريحة مزعجة من البيض، حتى من التونة كمان أوقات ريحته بتطغى. فهون صرنا حاطين توم وحاطين خل أبيض وحاطين كمون وفلفل أسود. هالحركات هيدي بتعدل النكهة. هلأ على المقلاية محمية بشكل خفيف، ما منحميها كتير، منحط شوية زبدة وبنمسح الطرف كمان بالزبدة حتى بعدين بس نحط البيض والتونة ما يلزقوا على الطرف. منبلش منحط قطع البندورة ومنخليهم يتقلوا على أول وجه تقريبا شي 2-3 دقايق حتى يتبلوا، وبعدين منقلبهم على الوجه التاني. النار ما منخليها قوية، بتضلها متوسطة لأنه الزبدة هون بتحترق عنا دغري. منخليها متوسطة وبيتبلوا على مهلهم. هلا بس قلبناها على الوجه التاني ما دغري منضيف البيض، منخليهم كمان يتقلوا شوي، ومن بعد 2-3 دقايق منضيف عليهم خليط البيض. هيك منضمن انه البندورة او الطماطم طلعت قد ما فيها سوائل حتى ما تختلط بعدين مع باقي المكونات. منضيف خليط البيض والتونة على الطماطم ومنوزعهم بهيدا الشكل. منغطي عليها وعلى نار متوسطة لمدة 3 دقايق حتى تبلش تتماسك مع بعضها. بعد ما فتحنا عليها هلأ عملت نص استوى، منحط جبنة الموتزاريلا على الوجه ونرجع منغطي عليها مرة تانية لحتى تدوب الجبنة ولحتى تستوي بالكامل. بدها تقريبا من 2-3 دقايق على نار متوسطة. وهلأ صارت جاهزة للتقديم. أنا ححط عليها هيدا السيزنينج، جايبته Everything Bagel Seasoning اللي فترة طويلة برمعليه بلبنان، من فترة قصيرة للقيته كتير عم منبسط فيه على السالدز، على التوست، على البيض، الأفوكا، كتير طيب ولذيذ، وحتى كمان بيعطينا شكل حلو بالتقديم. فإذا لقيتوه قدامكم بنصحكم تجربوا، هيك إضافة حلوة على الأكل. هيك أكلات كتير بتنفعكم بالزنقات بس تكونوا مستعجلين وبدكن غدا أو عشاء سريع وطيب. حاكل جنبها خبز تنور بالشوفان، عم حاول استغني شوي عن الخبز الأبيض، هيك بيكون مفيد أكتر وبيشبع كمان لوقت أطول.
طعمة المكونات بهيدي الوصفة كتير لذيذة. هيك الطماطم اللي احنا قليناها مع التونة مع الكزبرة والثوم اللي معها، أنا قصد حطيت كزبرة وثوم لأنهم كتير بيلبقوا مع السمك، فحسيت هيك المكونات كلها بتركب مع بعضها. جربوها واعطوني رأيكم فيها، وإن شاء الله كتير حتنبسطوا بسهولتها وبسرعتها وكمان بطعمتها. صحتين وهنا.